يا رب، أدعوك دعاء لا أعرف كيف أرتبه، فأنت تبصر الفؤاد وتلمس حاجة قلبي بيدك. فاللهم أياما كما أحب، وحالا إلى ما هو أفضل، وهما لا يبقى قائما في صدري، وفرحة ليس لها انتهاء. اللهم أمنياتي التي أنتظرها، اللهم طوق قلبي بعقود من الرضا والراحة والفرح. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كليتكم بخير وصحة وعافية. نبدأ روتيننا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شلونكم بنات؟ إن شاء الله مرتاحين وبأحسن حال. طبعا روتين صباحي كالمعتاد، بديته بقلاص حليب لأن النهار طويل وبعد ورانا شغل وتعب والحمد لله رب العالمين. هنا سويت شرك من قعدت الصبح، قلت خلنا نسوي شرك. مرات أسويهم على العشاء، مرات أسوي بالريوق، يحبون هيك أشياء. قلت لكم إحنا ما نتريق فأخليه هيك معجنات جو ايدي، ودائما انسى انزل لكم العجينه، بس انا هواي منزلتها وياكم، عجينه ناجحه 100%. هاي بنات الصينيتين من 3 قلاصات طحين. خير من الله يطلع لك، خير وبركه وطيب ولذيذ ونظيف وجو ايدك. بس تعجنيه تخليه يرتاح ويختمر والشكل الاشكال اللي تعجبك. بعد بتشويه وتطلعيه تمسحيه شويه زيت زبت بكيفك، ويا قلاص حليب ويا شاي. شو وقت ما يجوعون ما يحبون يتريقون بالليل تجواعه عصرونية، شو وقت ما يعجبك، المهم شي جو ايدك ونظيف وبسيط واشكال متعددة. والعجينة عندي منزلتها نفسيتها، عجينة خلية النحل، عجينة الشرك، تفيدك البيتزا، معجنات لحمة بعجين ناجحة. بس اني من هنا اسوي شرك مرات ويا الخليط مال الحليب امسحها بحليب اني الوجهها دهنه، خلي فد خاشوقتين شكر بس حتى شوية تعطي نكهة وحلا، او تحبين تضيفين وياه حليب مكثف بقتل براحتك. واليوم جانا بالحصة يعني، واني هذا الفيديو تقريبا راح يصير له يعني دمجت فيديو ويا فيديو، دمجتهم راح يصير له هواي من جتنا الحصة. وانطوني هاي لوبيا لو فاصولي، انا جربتها بالطريقتين بنات. صح تصرف هواية غاز، طبعا أنا نقعتها ضفت وياها صودة بس هو صرفت غاز. بس بنات قسما بالله فطعمها طيب. بعض الناس يقولون هاي فاصوليا حمراء أمريكية، وبعض الناس يقولون لوبيا. بس بنات رادت تنظفيها لأن بيها حجار وبيها يعني كم حباية مثل مدودة. أنا قعدت هنا صفيت عيني عليهم، نظفتها الحجار طلعتها، الحباية الفارغة مبينة بنات حتى من تنقعيها تطوف سبحان الله لي فوق. مثل اكو بعض هواي ناس تالي وقت صار عندهم ويطوفون مثل ما نقول، فتصعد لي فوق الفارغة والثقيلة تبقى لي جوا راكسة، فتعرفيها. ونقعتها تقريبا ساعة وبعدين غسلتها ضفتها على الطباخ شوية صودا وياها، خليتها تفور فد 10 دقائق وطفيت النار، وفد نص ساعة شغلتها حد ما استوت. يعني هسه شوف لكم يا هاني قدامكم شلون استوت. سويتها مرة لوبيا ثرد يعني فرقعت عليها بصل ودهن، ومرة لاخ سويتها مرقة بس ما طلعتها هنا بالمرقة. إن شاء الله فيديو ثاني أدمجه وأشوف لكم يا أبو بنات شلون الفارغة بس تنقعيها تطلع لي برا. وعودان صغار يرادلها شوية تنظيف. ونقول ألف الحمد لله والشكر بنات على كل حال، ما نتبطر خير ونعمة وبركة. قلت خلي أجربها وأطبخها ونعطيكم رأيي بيها وشوف شو الاستفادة من عندها. يعني إحنا شي لين يجينا مو بلاش، إحنا دا نعطي فلوس للحصة بس تجي شي فلوسه قليلة تشوفيه يعني هيجي فتشي كلش لا أبالي بي، لا أقول الحمد لله والشكر على كل نعمة الله يعطينا إياها تفيدك، مو إلا ما عندك يلا تفيدك، لا واحد يعجبه ضيفيها على سبينار يجينا الشتاء إن شاء الله منه وبعد، تضيفيها ويا شوربة الآش، تسويها لوبيا، تسويها فاصوليا، تسويها تمن، كل الفول. والله جربتها بنات يعني هواي أكلات جربتها وإن شاء الله هنزل لكم بالفيديو. هنا بعد ما غسلتها خليتها على النار ونظفتها كل زين، ضفت شوية صودا مثل ما قلت لكم، خليتها تفور 10 دقائق، طفيتها ورجع شغلتها بعد نص ساعة واستوت يعني. وهذا شوفوا أول شي حباية استوت حباية ما استوت، فش سويت ضفت لها شوية صودا بس تحب نار، نصيت النار عليها استوت صارت مثل المعجون تجنن. يعني شنو مثل المعجون؟ استوت وصارت ثخينة ومهروسة. فرقعت عليها بصل ودهن وفلفل حار شوية يعني شو عجبني هيك يعني على بالي اجي. هذا خير وبركة. وكان عندي خبز بارد قلت خلي أضرب عصفورة بحجر، هم الخبز البارد من سلسلة حفظ النعمة، وهماتين أكلة سريعة وخفيفة، عندي تعزيل عندي ترتيب والحمد لله والشكر رب العالمين. وبعدها نقوم على روتيننا ونجلف ونعزل قدامكم، وعندي فد موضوع كلش حلو إن شاء الله نحكي عنه وياكم بيه اليوم.
طبعا هذا الزاهي سألتوني عليه بالفيديو اللي نزلت لكم يا بنات، هذا مو زاهي. قلت لكم أنا سابقا أكو ولد يفترون خطية صغار هيك، يعني صف 5 ابتدائي 6 ابتدائي، قالوا خاله نجيب شامبو نجيب مكيف يشتغلوهن بالبيت. والله جاب مو غالي 1000 و1500 يبيعون، فأنا أنقهر عليهم والله العظيم. قلت خلي أشتري من عتو، اللي نفع شامبو نفع، ما نفع استخدمه زاهي. بنات والله من أخذت الصراحة يعني شفت هذا عبالك زاهي ومعبيه بعلب مال الشامبو، فسألتوني شنو هذا. أنا ما أسوي إعلانات بنات، يعني ما أسوي إعلان، لو يجيني إعلان ربما أسوي ما أعرف، بس هو مو إعلان. بس أنا يعني نطرح هاي الفكرة مرات، كل واحد يعملها مثل جبر خواطر، يدق بابج أولاد صغار يعني جبر خاطرهم. 1000 و2000 ترى ما يكسرج، بس راح يفتح لك باب سبحان الله جوز السنين تدعين والله ما يقدر، مو ما يقدر، حاشا رب العالمين. وما مثل ما نقول أنا الأواني فتحت بس دعوة محتاج جوز تفتح لك أبواب مغلقة. فهو على باب الله اشتريته من عندهم، جربته ما صلح شامبو بنات، أنكش الشعر، العفو أنكش الشعر وما يتمشط. جربته بنفسي أول شيء يعني قبل أطفالي، بعدين استخدمته كشامبو. فسألتوني عليه منظف أو مزيل مال دهون، لا بنات والله أنا كلش صريحة، والصراحة راحة. واحد ليه يكذب بالفيديوهات، أنا هو يشوف قنوات، فهذا يعني محور الكلام إنه تحكي شيء وبعدين شيء ثاني، تصرفاتها أو فيديوهاتها أو حكيها، أو تحكي عن أهلها عن إخوانها بالسوء طبعا، وهي غير شكل مرات تصير. فواحد يكون صادق، لأن مهما يكون مثل ما نقول وحشا ما أقول على مسامعكم حبل الكذب قصير. فلا تحاولين مرات واحد يحاول يبين روحه إنه هو ماكو من عنده، ترى الكمال لله وحده. كنا خطاؤون، كن بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابين، وإن شاء الله رب العالمين يجعلنا من التوابين. فهذا قدامكم الروتين راح نحكي من خلال هذا الموضوع. فدائما أقول لكم عن التعليق تجي عليه أكثر لايكات، شنو أسوي؟ نحكي بيشوف شنو ليش لايكات، يعني مارين نفس الحالة أو عجبتها الفكرة اللي حكتها صاحبة التعليق. طبعا شفتوا هاللوبي خلتها على النار، هدرتها كلش وغطيتها حتى بكيس نايلون أو كيس نايلون، وخليتها يعني صارت بعدين سويتها فول، يعني سويتها 3 أكلات، 3 نجحوا ولله الحمد. فقالت أم ريحانة إحنا 3 أخوات وعتن 3 أخوان 2 مستشهدين، فهم الشهداء مو أموات، إنما هم أحياء يرزقون عند رب العالمين. فنقول الله يرحمهم رحمته الواسعة ويجعلهم من الأبرار. فقالت أمي راتبها وراتب أخواني مال الشهداء تنطيهن الأخويا اللي قاعد وياها لأن حالته تعبانة. تقول فإحنا كل فترة هم محافظات، تقول كل فترة نروح على أهلي، تقول فمن نروح لأهلي، هاي مرت أخويا حتى ما تقوم تكلف نفسها وتسوي لنا طبخة. تقول أنا ما أستحي من نفسي، أستحي من زوجي. يقول زوجي غريب من عندهم، أستحي من أولادي. تقول أولادي كبار بالكلية يروحون وياي. تقول له أطفال مثل يحجون أقدر أسكتهم أكذبهم أبرر الموقف، بس تقول كبار. تقول فقاموا ما يروحون البيت جدهم من موقف أمي وزوجة أخويا. تقول أخويا مريض يعني هسه مريض، تقول إحنا نروح عليه كل فترة نتردد. تقول فهاي مرت أخويا ماكو، يعني تقول بيوم اللي إحنا نروح نجمع هي وخواتها، تقول تتعمد تسوي أكل صح هو نعمة الله، تقول بس تسوي أكل يعني عيب يتقدم للضيف. تقول فإحنا نحكي عليها، تقول والله يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم لا تجون، كل ما نجيب أكلها وياها. فنقول فأني رديت عليها بالتعليق، وهو بنات حطات لايكات. قلت لها يعني مع احتراماتي بما أنه طرحت الموضوع على الملأ مثل ما أنا حجاوبك باختصار. هاي حديثة نعمة، حديث النعمة لا تطلبين منه ولا تروحين لضيف صعب عليه. الإمام علي عليه السلام عنده قول مشهور دائما أنا أردده بيني وبين نفسي، ودائما بتصير مواضيع أحكي بيه، يعني يقول لا تطلبوا من بطون جاعت ثم شبعت. إذا عندك حاجة اطلب من بطن شبعت ثم جاعت، يعني ابن الخير ابن خير. وحشا ما أقول على مسامعكم بنت الفقر تبقى بين فقر، إحنا ما نتعالى على الناس، إحنا كنا فقراء إلى الله. إنما أكو واحد مو أقول لك بتفقر يعني أنا أقول لك هسه ماكو هيجي للمشرق والمغرب، لا، بس هي طبيعتها يعني ما وعت على خير، ما وعت على خير. فمن يصير عندها بعدين تستصعبها وتشوف روحها إنه هي شافت نفسها شافت وعافت مثل ما نقول زين. فدائما إكرام الضيف هذا واجب عليك، وخاصة إذا هن يعني قريبات زوجك أو عيالك بعد أكثر توجبيهم
وحتى لو كانت غريبة أو أختك أو هو جه بعد بيتك راح يعيش وياك الدهر، فكلش صعبة. أنا أتعجب على أي شخص يعني يسوي هذا التصرف. وتقول يعني ومن يصير مجلس رباط سالفتنا، تقول يصير مجلس صرنا قاعدة، قالت أنا أهلي وأسلي وأهلا وسهلا باليجي وأنا كذا أسوي. تقول إحنا نروح ما نقدر نطبيها لين مرت أخونا. تقول أم تظل ساكتة ما تقولها لا ليش، تقول ولا أمي من الراتب مال إخواني، تقول أمي عدها ما عايزة من نروح وتجيب وتقدم لنا إنا ولأولادنا ولأزواجنا، إحنا تقول بالسنة حسنة نروح لهم. تقول نروح أفشل من عيالي من زوجي يروحون وياي مرات لين أخويا مريض ويشوفوه، تقول والله أخجل. تقول واستح أخذ أكل وياي من أروح حتى قدمه. يقول هم يقولوا لي شريك بي، يقول فمرات هم أقول له والله اشتهيت هاي الأكلة أمي تحبها هاي أخويا يحبها، يقول من ناخذها يحطوها بس هي. فأقول لها الله المستعان. فأنا هذا جواب قلت لها هذا حديثة نعمة. فهاي يعني أبد غصتي إيدش منها، على قولة هاي المسلسلة مال بيت الطين نومية بتقول غصتي إيدش للعكس، غصتي إيدش منها استحالة يصير براسها خير. ومن قد ما تصعد تبقى هي تنزل لأن الإنسان ترى مو ماله بأخلاقه برقية تصرفاته ملقى معشرة. هذا الإنسان ترى البنات صحيح المال يراد، بس ترى المال وسيلة نتعامل بيها، نجيب ونشتري ونودي. أنا عندي مال وجامعته ويجي خطاري يقعد ويشبع قاعدة ويروح، ما أقدم له الله قاسمة يعني شو اللي بي يعني، ويحجون علي ليش؟ بالعكس هل أقدر ما أبالغ، هل أقدر عليه ولا أقدر أسوي، والحمد لله والشكر على كل حال. المهم أبيض وجه. ما أعرف أنتوا جاوبوها بالتعليقات، ما قدرت أعلق لها إنه هي حديثة نعمة وإنه هي يعني هذا اللي أقوله ما أقدر مرات يعني من نحكي أنطلق. المهم الله إن شاء الله يرزقنا خير الدنيا والآخرة ويسترنا يا رب فوق الأرض تحت الأرض وما الأرض عليه من كل شيء. هاي وجبة بنات حبيت أشوفكم عن بعض مشتريات زاهي صابون شامبو. فأنا هذا الولد خطية قلت لكم جاب لنا تعبان، أخذت على 1000 خطية من عند البطل بس استخدمته نغسل بيه ملابس نغسل بيه المواعين. وهاي وجبة بنات قبل فترة رحت للمدرسة، تعرفون تسليم كتب هاي الأشياء، فأول مرة أشوفها. فولد خطية حاط يبيع مال بضاعة شيئا وأسعار ما أقول لكم خيالية، فما أريد أقول أسعار فعبالهم بنات مرات إعلان أسعار خيالية. يعني من يجي الشتاء إذا الله طال عمر ستر علينا ما أصدق يبيعوا بالمحلات. فاشتريت لنا كم قطعة عجبني والله وعلى قد شايلتهم. ليش أكذب عليكم، أنا ما رايحة يعني متعنية على مودي، حبيت أشوف لكم إياها. ومشتريات بسيطة، ودائما إحنا نقول القناعة كنز لا يفنى، ولا تجيبين وتكومين. والله العظيم أنا أبد ما أحب أشتري وأخلي بس لين عجبني، بس اللي أحتاجه واللي استفاد من عنده. هذا روتيني إن شاء الله عجبكم. إلى هنا في أمان الله وحفظه.